لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. الحاج واقف اهو يوريكم بقى النهارده بقى عاملين بواقي الفراخ احلى صفر. احلى بقى ايه تقول ايه شيش اسمه ايه؟ عيش سوري، احلى سندوتشات عيش سوري. وعملنا بقى البتاع ديت نحب بقى نتكلم. انا مش عارف اتكلم على فكره غير ما اكل. ايه يعني عايز اتكلم بس مش عارف. ديت اسمها ايه؟ زبادي على مستردة. زبادي على، لا مش مستردة، بتاع اسمها زبادي على مايونيز ده عشان خاطر بندهن بيه السندوتش كده. واللي هي اسمها، لا اسمها ايه اسمها كده، ما علينا، احنا قاعدين مش مركزين حقيقي، مش مركزين فعلا. بسم الله. دي بقى كان عندي صدر فرخة كامل. انسى بقى يا عم. ده بقى العيش اللي هي ايه بتخبزه. ده البت كامل. ايه مش عارف صح على فكره. هات كده انا فاهم. بس خلاص. ده البتاوي اللي احنا بنخبزه عادي خالص. بدهنه بقى ايه بالمايونيز والزبادي. وقوم جايه حاطه بقى الفراخ بتاعتي اللي كنت اصلا عاملاها على البوتاجاز بفص ثوم ببصل بطماطم بفلفل بالتوابل بقى بدبس رمان بالصويا صوص بالتوابل اللي موجوده عندك بقى. وتقوم جايه مشوهاها على النار ومقطعه الصدر كده من السراحل. تقوم جايه بقى ايه حطاها كده في قلب البتاوه بقى اللي انت دهناها بقى بالايه بالصوص ده. وترجعي تاني تحمري بقى ربنا معاك في الشرح. العيش بقى كده بيبقى ليه طعم فظيع اقسم بالله. كملي انا يعني كملي اشرحي انت ولا اكل انا. ماشي. على فكره انا ما بنقولهمش لايك على فكره انت بتنسى الكلام ده والله زي ما امور كده ما ينفعش. بس اقول لهم، لا بقول لهم في اخر الحلقه. اخر الحلقه. طب خدها يا معلم. بجد يا جماعه اقسم بالله تحفه. نشيلهم بقى. زهقنا بقى من الرز والطبيخ واللحمه والموال بتاع كل يوم ده. دي اكله سريعه كده وخفيفه وجميله. ما شاء الله. تاكلوا بقى ما يشبعوش منها. ما شاء الله ما شاء الله. ايه رايك؟ هي جميله والله. لو مش موجود عندك البتاوه ممكن تعجني قيمه نص كيلو ده كده بشويه ميه بشويه سكر، تروحي من غير خميره ولا اي حاجه وتعملها في ثانيه. عملتها معاكم في القناه قبل كده. على فكره مش كل الناس تعرف ان اسمه بتاوي. الرقاق. ايوه في ناس بتقول عليه رقاق. انا عارف ان الرقاق ده من غير سمنه. ما اعرفش انا، في ناس كتير ما تعرفش ان هو اسمه بتاوي خالص. لا انا اعرف ان الرقاق ده اللي هو من غير سمنه، اللي بيتعمل بيه اللي هو بيتعمل بيه صينيه الرقاق اللي احنا بنعملها باللحمه دي. انت كمان موضوع كبير. انا اجيب معلقه. طبعا كل اجيب معلقه ايه؟ السلطه انت مش عامل سلطه اصلا. لا مش عامل سلطه، هو بس من ملاحظين اول مره نشوف ما يعملش سلطه عليها. هو انت بقى حاطه عليها كل حاجه، حاطه عليها بصل. حط عليها كل حاجه. حط عليها بصل وطماطم وفلفل ناقص الخيار يعني. وحط عليها خيار مخلل. والله حط عليها خيار مخلل. السلام. اول ما فلتها فتحت السندوتش كده وبقيت اشوف فيها. بس هي طبعا بتبقى شاورما من اللي هي متعلقه في البيضه دي. لقيت فيها الخيار المخلل ده بصراحه هو اللي بيظبط طعمها. أكلة خفيفة كده وجميلة. امبارح خدني معاها امبارح. واحنا طنطا امبارح عشان نشيل شوية حاجات كده من البيت وريح.
بكره انا اليوم اللي بتبقى ناوي تشتري والله بحاجه، داخلين الساعة 1:30. يعني ان كان كوتش، ان كان شرب، ان كان عبايه. احنا جايين من المسحرات بيلف. دوخني بقى، دوخني بقى، ده عايزاه لا ده مش عايزاه، والله دخنا امبارح فعلا قوي. ده عاجبني ده مش عاجبني. دخنا قوي بجد اقسم بالله. اكتر حاجة دخت عليها لا مؤاخذة يعني الجزمة. هي في الجزمه دي بتبقى عندها طقوس غريبه كده، هي في دماغها حاجه لازم تجيبها. عايزة حاجة معينة مش موجودة، مش هجيب عمر اللي في دماغي. ويوم ما نلاقيها ما نلاقيش مقاسها. ماسك بيها. دخنا امبارح في طنطا بجد والله. ما بحبش انا الايام دي ابدا ابدا، الايام دي بتبقى زحمه بقى زياده عن اللزوم بقى. طول عمري بشتري لبس العيد ده آه، من قبلها بفترة، يعني ما بجيبش أيام رمضان كده عمري، ولكن بشتري بقى أيام رمضان اللي هو الجزمة أو الطرحة، الحاجات دي اللي باقية دي. إنما لبسي أجيبه بدري. هي جت ظروفه كده بقى. لا والزحمه يعني الزحمه تخنق بصراحه، الزحمه بتبقى بتخنق بالليل قوي قوي، مش عارف الناس يعني ايه. هو متعة إن انتوا كده المشي في المدينة بالليل كده متعة صراحة. بتلاقوا بقى أجواء رمضانية فعلا والله العظيم، ولكن الزحمة اوفر. تلاقوا الناس ياما بطريقة مريبة اقسم بالله. بس انا صدقت ايه ده الكوتش ده، اقفش اقفش في ده، ماشي يا عم خلص. والله ما صدقت اني لقيت مقاسي. هو كنتش ارض كده عشان امشي بيه بس في البلد محبش الحاجة اللي هي اللي الاوفر اوي كده في اللبس. والاسعار مش عايزة اقول لكم، يا لهوي يا لهوي على الاسعار دي، صدمت اقسم بالله كل حاجه بقت غاليه قوي بصراحه. والله العظيم، اوفر بطريقة رهيبة. سامعين بقى صوت القرمشة البتاع بتاعي بقى مقرمش تحفة كده. يا جماعه احلى كده. بحب بقى مع الأكلة ديت الحاجة الساقعة بصراحة، مبحبش العصير معاها. طبعا الله المستعان بقى، عشان يعني اكله زي ديت انا كنت عامله كام 6 سندوتشات. 6 أيام. طب 6 عشان تجيبهم بقى من بره اقل حاجه يعني. فين بقلل التكلفة والله، بقول الأكل يعني لو عندك صدر فرخة باقي، طبعا الصدر بيبقى أكتر حاجة ما بتتسحبش زي اللي وراه، لأنه في النساير وكده. استغليه بقى في حاجات زي كده، أو ممكن تعملي مكرونة وتحطيها عليها. هي بصراحه على طول يعني لما بقى حاجه هي تقوم جايه عمره والله ما منسلاها برمي كده حاجة من الحاجات دي أبدا. وحطها في الكيس وحطها في الثلاجه. الصدر ذات نفسه راح جاية منسراه قبل ما أعينه وأحطه في كيس في الفريزر. أجي بقى محتارة مش عايزة أطلع حاجة ومش عايزة أشتري حاجة كده، أقوم جاية ده ناقصني بقى على طول. ما شاء الله يعني بجد يعني واحد شبع. كيلو مليان بسم الله ما شاء الله. أنا مالية السندوتش فعلا فراخ والله. يعني ساعات كانت بتجيب السندوتش الصغير دوت حجم الصغير مش عارف ب 40 او 45 حاجه زي كده صح؟ آخر مرة 55 جنيه. 55 جنيه. 55 جنيه أقسم بالله.
واكبر من الحته دي حاجه بسيطه كده، يعني نقول حد هنا كده، هنا كده. وده اصلا ما تقول بسم الله ما بتلاقوش والله العظيم. ب55 جنيه وانا انا حاسه ان انا دقته لسه عايزه اكل بقى. انا بجد اتنين يعني مين يشبعوه؟ ان شاء الله يعني. كل ده هو انا خلاص تمام، انا 100 100. اما الموضه بتاع البنات يا ولاد، يا نهار ابيض. كانت معايا حاجات اخواتي وانا اشتري لهم بلوزات موضه ما يعلم بالله ربنا، اقسم بالله وحشه وحشه والله صار سيئة يعني قال لي بلوزة تلاقي ب 300 جنيه و 400 جنيه حاجة يعني. وبلوزه اصلا يعني اقسم بالله لو انا اللي هلبسها ما ادفع فيها جنيه، يعني موضه وحشه قوي. وتلاقي البلوزه عامله 550، مش عارفه فيها والله العظيم. فربنا يعين كل واحد والله العظيم على عياله وعلى حاله. طبعا طبعا. وكون عايز حاجة سوا ومش مكسوفة تقولي. بس انا يبقى عندك ذوق كده وتصب ما لقتش اسكت. انا بس عارف في سندوتشات تسلم ايدك تسلم ايدك يا امور والله. تسلم ايدك تسلم ايدك. جميله جميله. تعليمي ده على فكرة، تعليمي انا اللي معلمولك ده. تنكر. انت الشيف الاصلي. ساعات بقى جاي عامله مكرونه، بصراحة والله العظيم هي بجد يعني. وقوم جاي مشوح الصدر كده بقى بفص توم، ما احطش عليها بصراحه بصل. عمرنا ما كان حاجة بره لما كانت لازم وقوم جاي تبقى مصرة حاطة انها على تعملها مكرونة. هنا في البيت يعني تاني. كل حاجه سهله يا جماعه والله العظيم، بس فين الفلوس بس اللي افتكر انا نعمل الشاورما دي بتاع السندوتشات السوري ديت. ولا الكريم. كنت والدتي لسه كنا بنروح بقى المستشفى يعني. كان اول ما طلع خالص، اول ما جه عندنا هنا طنطا، يعني اول ما جه خالص. حوالي 10 سنين كده ولا حاجة. لا ازيد كمان شويه. يمكن اكتر كمان. كانت اموره ايه واحنا هناك عند مع والدتي، كنت انزل اجيب لها ايه السندوتش ده وتاكله واحنا قاعدين كده مثلا. قلت له مش هيعايق يجيب لي سندوتشات كفته، بعشق الكفته يا جماعه. كانت والدتي بتحب الكفته برضه، كنت انزل اجيب لها فهو بيجيب لي حماته بيجيب لي، وبعدين لقيته جايب لي السندوتشات دي بالمنظر ده كده، بس هي متسلفنه للاخر. كان لسه بقى يعني ايه، امم لسه السندوتش السوري لسه نازل البلد بقى جديد يعني. كان ب 15 جنيه. والله. والله كان السندوتش ب 15 جنيه، ولقيته جايبه جاي بقول له خد جربي ايه السندوتشين دول، كان جايب لي 2. قمت انا قايله له هو ده يا رشاد، انا مش قايل لك هات سندوتش كفته؟ قال لي طب بس دوقيه وجربيه، لو عجبك بعد كده بجيب لك منه. والله العظيم انا ساعه ما اكلته اقسم بالله اتهوست على، قلت له لا ده انت بعد كده هتجيبليش غير ده. رحنا بقى هناك بقى وقفت بقى شويه هم بيعملوه بقى. اتفرجت عليه. لقيته بيحطوا صوص كده، ايه الصوص ده اللي بيحطوا الابيض ده على العيش السوري بقى كده بيحطه، مش عارفه هو ايه الصوص ده، قلت بقى اما اكله هعرف بقى. وبعد كده عرفت بقى ان هو ايه، بيبقى زبادي وهو اسمها ايه ومايونيز. وفي محلات بتعمل باين اسمها ايه بتاعت دي التوميه باين صح؟ التوميه دي سهله خالص، سهله خالص. ان شاء الله لو حابين ان انا اوريكم عمل التوميه بقول له انا عامله لكم معاكم في فيديو باذن الله. سهله خالص، تعمل الاول على البوتاجاز وبعد كده تنضرب في الخلاط، بتبقى سهله ما فيهاش اي حاجه. كله تمام الحمد لله. الحمد لله. بابا ما بصوا انا ما شفتش بابا بقالي من اول امبارح، ما رحتش امبارح والله، بسبب ان الروماتايد مبهدلني، وبسبب ايه كمان؟ العرقسوس. بشرب العرقسوس مدمنه يا جماعه، لو والله العظيم لو برميل اشرب بموت فيه، ولكن ورم رجلي امبارح متبهدله، كنتش قادره بقى لا اروح ولا اجي خالص. امبارح بقى رحت طنطا كمان زود بقى، فالله المستعان. فهو بيرن بقى بيطمن عليها بيشوفني ايه ما رحتش لو كده. يلا الله المستعان.
جربوا السندوتشات بتاعتنا ديت. انا قلت لكم على الطريقه بقى اهوت وهي كلها، تبقى إن تعمل شاء لكم في الله. حلقه برضه ان شاء الله. ان شاء الله لو حابين. وهي انت عاملاها باين قبل كده في حلقه صح؟ عامله العيش كمان من اول لاخر. ولو حابين قولوا لي برضه في الكومنتات واعملها ان شاء الله معاكم. ان شاء الله. حطوا لنا لايك اهم حاجه اللايك عشان الناس تقول اللايك. لازم اقول في الاخر. يلا السلام عليكم. مع الف سلامه.